اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين في الدنيا. زي ما انتوا شايفيني كده، انا قمت بدري. طبعا اخويا كان جاي من السفر بالليل، فقمت بدري عشان اغسل له هدومه. كان جايب بقى هدوم الصيف وهدوم الشتاء زي ما انتوا هتشوفوا معايا. كان جايب ما شاء الله 3 شنط. بس الحمد لله، طبعا ربنا يدينا الصحة والواحد يعمل أكتر وأكتر. أنا كده بفضل هدوم من الشنط زي ما انتوا شايفين. أنا افتكرت طبعا جايب لي حاجة وهو جاي. لا، فهو قال لي طبعا عايز الهدوم كلها تتغسل، هدوم الشتاء وهدوم الصيف. فأنا بفضي بقى كل الهدوم النظيف، كل حاجة كل حاجة على بعضها عشان كلها تتغسل. حتى الشنط كمان يا حبايب قلبي هتتغسل. وطبعا انا غسلت الهدوم، وزي ما انتوا شايفين كده انا بدأت انشر واحدة واحدة. انا مليت كذا حبل اهو قدامكم بوريكم طبعا الهدوم اللي انا نشرتها على الحبال زي ما انتوا شايفين. وبعد كده يا حبايب قلبي رحنا لغاية طبعا نشوف الناس وهم هيدرسوا الغل. طبعا زي ما انتوا شايفين كده الناس بتحمل الغلة. الناس كده يا حبيب قلبي بيحملوا الغلة على الجرار عشان الدراسة زمانها جاية عشان تدرس الغلة. الغلة طبعا اللي مش عارفة اللي هي القمح، أو القمح اللي هو الغلة. زي ما انتوا شايفين الأراضي وجمالها والطبيعة وحلاوتها. والله ما فيش أحسن من الريف المصري بجد. زي ما انتوا شايفين كده هما بيناولوا بعضهم ايد على ايد، طبعا بتساعد، وربنا يعين كل واحد على حاله يا رب. هما كده بيحملوا الغلة عشان يطلعوها خارج الأرض يعني. وبعد طبعا ما يطلعوا الغلة زي ما انتوا هتشوفوا معايا، الدراسة طبعا هتيجي عشان تدرس القمح اللي هو الغل. فطبعا زي ما انتوا شايفين كده الدراسة اجت، وهم كده دلوقتي شغالين، ربنا يعينهم يا رب كده. هم بيدرسوا القمح. هما بيحطوا زي ما انتوا شايفين كده، والغلة بتطلع في الشكاير زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. اهم حاجة محدش ينسى اللايك، ومحدش ينسى الاشتراك في القناة، ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والناس اللي تدخل عندي جديد تشترك في القناة وتدوس على الاشتراك، كلمة الاشتراك اللي باللون الأحمر. وأقول لكم مع السلامة، مع السلامة.